السلام عليكم. علاش اغلبيه ديال الجيمز اللي كنشوفوهم هنا في المغرب ولا كيكون الديف ديالهم مغربي وكيكون عليهم واحد الاقبال كيكونوا هورور جيمز؟ وعلاش اصلا الاغلبيه ديال الديف كيتلاحوا لهاد التايب ديال الجيمز اللي هو الهورور جيم؟ وشنو هما الاسباب اللي خلاهم يختاروا الهورور جيم على جينرز الاخرين بحال ميترويدفينيا ولا الار تي اس ولا البيتش ماب وما الى ذلك؟ وميم حتى في الهورور جيمز كيعتمدوا على ستيل واحد ديال الهورور جيمز اللي كيعتمد بزاف على جامب سكيرز واللي حتى هو طريقه عبيطه الصراحه. anyway الفيديو ديال اليوم غادي يكون عنده علاقه بالمغاربه والهورور جيمز بالضبط على مولانا. فكاول حاجه غادي ندوي على الستيل ديال الهورور جيمز اللي كيعتمد على انه يدخل بلاير في واحد المود ديال السرفايف ولا التوتر، بحيث خصك تكري ليه واحد الاتموسفير سبيسيال باش يقدر يدخل في هذا الفايب، لا من ناحيه الساوند ولا لا من ناحيه الانفايرمنت ولا من ناحيه حتى ستوري حتى هي. ولكن ماشي ديما الهورور جيمز كيعتمد غير على الجامب سكيرز الراسهم، وهادشي اللي كيديروا الاغلبيه عندنا هنايا، بحيث كاين بزاف ديال الانواع ديال الرعب بحال الرعب البسيكولوجي ولا الناراتيف هورور ولا الاكشن هورور وما الى ذلك. مهم، واول سبب واللي كيجيني من اهم الاسباب هو ان الهورور جيمز واحد من اسهل تايب ديال الجيمز اللي يقدر يصايب اي ديف باقي يلاه بادي، بحيث ما كيكونش فيه شي ميكانيكس اللي هربانين بحال الار بي جي ولا بحال الميترويدفينيا، ومين اللي كيعتمد على جوج حوايج اساسيين في الجيم ديزاين ديالهم، الا هما الوركين سيميليتر مع شويه ديال البازل اللي كيكونوا خفاف. وحتى الا كانت الجيم فيرست بيرسون راه كتسهل عليك المأموريه اكثر من ناحيه انك ما غاديش تسوق للكاركتر ديالك ولا الانيماسيون ديالو، وهادشي اللي غادي يخلي ان الجيم ما غاديش تاخذ لهم بزاف ديال الوقت وغادي يحاولوا يخرجوه في اقل وقت ممكن. وثاني سبب عندنا اللي هو الانفايرمنت، بحيث الاغلبيه ديالهم كيكونوا كيدوروا في دار ولا في شي بتي فيلاج اللي كيكون الاغلبيه ديالهم ظلام، بحيث هاد اللو لايت ولا هاد لاتموسفير ديال الظلام كيخلي الديف يدرك على بزاف ديال الحوايج. على سبيل المثال ما غادي تكون مقصر شي جيم هورور، ما عمرك ما غادي تسوق للديستانس كما لعب شي جو مثلا اوبن وورلد غادي خاصك تبقى تشوف الجبال اللي بعاد، مي في الهورور جيمز كتحاول تشوف غير حداك والكوليكتيبلز اللي تقدر تكوليكتي باش يعاونوك في الجيم. وهذا الشيء حتى هو كينقص الخدمه على الديف، واللي الاغلبيه ديالهم كيلقاو لي زاسيت موجودين ديال مثلا دار من الداخل، كتلقى لي زاسيت ديالهم موجودين بحال هكاك في الانريل ولا في اليونيتي، ما كتحتاجش تمودليهم. وحتى الا شفتي اغلبيه ديال الجيمز اللي كيكونوا كيدوروا مثلا في دار كتلقاهم انهم كيتشابهوا بزاف، لا من ناحيه الاتموسفير ديالهم لا من ناحيه لي زاسيت حتى هما. وثالث حاجه الا وهي الثقافه والتراث ديالنا اللي فيه هذا الهبال ديال الجنون وديال العيشه، واللي حتى هو كيعتمد على العامل ديال الرعب، بحيث اي واحد كيبغي يصايب شي جيم فيها هذا الشيء اول حاجه كطيح ليه في بالو هي هورور جيم. ولكن انا ما متفقش مع هذا الشيء الصراحه، فماشي ديما اي جيم غادي تكون عندها علاقه بهذا الشيء ديال الجنون ولا عيشه قنديشه خاصها بالضبط تكون هورور جيم. فعلى سبيل المثال الدراري ديال ميرا ولا ريفالدوم ولا حتى بيت كارتا هادو الدراري المغاربه مصايبين الجيم ديالهم اللي حتى هما مخدمين هاد التراث المغربي في الجيمز ديالهم بواحد الطرق اللي كتناسب الجيم ديالهم. ماشي حتى هما قالوا اجي راه غادي نبغيو نديروا شي جيم اباوت كولتور المغربيه وهاد الفولكلور المغربي وغادي نديروها هورور جيم. وهنا في كاين المشكل، هو انه اغلبيه ديال الناس اللي كيبغيو يتلاحوا الهورور جيمز كتحس بهم كاملين كيديروا نفس الحاجه، يا اما مثلا موسم مسكون ولا دار مسكونه ولا حمام مسكون باتيه. وهادشي غادي يرجع للرابع النقطه اللي عندنا واللي هي كولتور ديال الجيمين في المغرب والمين ستريم. فواحد كيفضل انه يصايب جيم اللي تقدر تكون ناقصه في الاساسيات ديالها اللي هما الليفل ديزاين ولا الستوري ولا الجيم ديزاين، ولكن كيبغي توصل للاغلبيه ديال البنات. على واحد يصايب جيم على حقه وطريقه بليفل ديزاين مزيان وميكانيكس مزيانين، ولكن ما غاديش تمشى في المغرب. وهذا الشيء راجع للكولتور ديال الجيمين في المغرب. على سبيل المثال شحال من واحد غادي توريه مينا ذا هال وور ولا فامباير سرفايفل ولا حتى بروجيكت زامبويد غيقول لك شاد الجيمز ديال ايغريك 8 كتعرفها غير انت اللي مصايبه وما الى ذلك، بحيث الجيم كتلقاها مفرقعه على برا واخده حقها من السكسي. وهذا الشيء راجع للثقافه الجيمريه ديالنا، بحيث بنادم عندنا كيعجبوا ليه يضربوا على الشعه، خصك تبين ليه شي حاجه مثلا يكون فيها شي زليجه كبيره ولا شي جرافيك ناضي بزاف، كيعبر النجاح ديال الجيم غير على حساب داكشي اللي كيشوف. وهادشي اللي كيوقع لهاد الجيمز اللي كيتصايبونا، بحيث الا درت طاجين وزليجه في الجيم ودرت واحد الفيديو ديال البروموشن غير على ديك الطاجين وزليجه وبارطاجيتو غيقولوا واو جيم مغربيه واعره God damn it. ولكن ما وريتكش الاساسيات اللي كما قلت لي هما الميكانيكس ولا الجيم اباوت وات على شنو كدور الجيم وما الى ذلك. فهاد اللعيبه انا بالضبط كتجيني قناعه ديال الديف اشنو هو باغي يبارطاجي مع بنادم، اشنو هو باغي يكري، واش باغي يدير شي حاجه اللي غير تضرب بنادم على الشعه ولا باغي يدير شي حاجه اللي تكون غاديه على حقها وطريقه ويخدمها مزيان. ومن هادشي غادي نمشيو لاخر ريزن عندنا الا وهو الجيمز ديال انستا وتيك توك. مما يعني هو انه انت كتصايب واحد الجيم اللي كتقدر تكون فيها غير 10 دقائق ولا 20 دقيقه، واهم
اهم حاجه عندك هي انه بنادم يقصر ديك 10 دقائق ويفارم كليبي بها. انت هنايا اوطون كديف ملي كتشوف مثلا شي واحد دار رياكشن ولا قصر ديك الجيم اللي في مده ديال 10 دقائق وفارم كليب بها ومشات فايرال داك الكليب ولا وصل لي مثلا 40,000 جيم، الديف كيوصل للساتيسفاكشن ديالو ملي كيشوف الانتراكسيون ديال الكونتنت كرييترز وديال البنادم اللي متبعينه ولا حتى الريتش اللي كيكون ريتشا، واللي كيفضل انه مثلا يلوح ريل ولا توصل ليه 100 كا 40,000 جيم وما عرفتش عاوتاني على ان الجيم تبيع عليه. فهادو حنا كنسميوهم جيمز ديال انستا وتيك توك، جيمز مديورين غير باش تفارم كليب بهم كما قلت لكم ضربوا بنادم على الشعر. واخا ان الجيمز من ناحيه المبيعات ديالك تلقاها ما بايعه والو، ولكن هادشي ماشي مهم عند الديف زاد، وهذا مشكل كبير بحيث ماشي كلشي اللي غادي يقصر الجيم غادي يكون كونتنت كرييتر، وميم با الكونتنت كرييتر حتى هو غادي يكون مهايبي على ود الفيديو اللي غادي يدير باش ياتراكتي بنادم بزاف يجي، وهذه حاجه عاديه الصراحه. ولكن من غير الكونتنت كرييترز غادي يكونوا واحد الناس يبغيو يقصروها تو هاف فان، واللي غادي يكونوا تقريبا مقصرين بزاف ديال الجيمز، حيت ماشي كلشي اللي غادي يقصر يكون كونتنت كرييتر بيان سور. وهنا فين غيبدا يبان لهم داك الجاب ديال البيرفورمانس ولا الميكانيكس، حيت نتايا مركز غير على داك الهايب ومركز غير على داك الكليب فارمين، ما مركزش على الاساسيات. وبما انه مثلا السات اللي كان كيقصر بزاف غادي تبان ليه بلي الجيم خاريه، وهنا غادي يعطيك باد ريفيو في ستيم. هنا غادي ندخلوا لموضوع اخر اللي هو غادي تولي هيتر، وهنا غادي تدخل معنا الكلوب ديال الهيترز اللي ما باغينش الجيمين في المغرب ينجح بهذا الشيء الصراحه. وهذه الراسه الصراحه موضوع اخر اللي غادي ندوي عليه من هنا لقدام ان شاء الله شي نهار. كيبانوا لي هادو مين للاسباب علاش كنشوفوا بزاف ديال الهورور جيمز في المغرب، واخا يقدروا يكونوا تراش جيمز، ولكن مازال كنزيدوا نشوفوا على انه اي واحد يكون باقي يلاه بغى يصايب شي جيم يقول اجي نصايب شي جيم بحال هكا هورور جيم بارطاجيه في انستا وشوفوا، ولا جي تي لايك. المهم انا بالنسبه ليا كتجيني عندها علاقه كبيره بالكولتور، وماشي ديما السيبور هو انه خصك تقول حاجه زوينه على الحاجه الخايبه، هو انه خصك تنتقد واحد النقد بناء لديك الحاجه الخايبه. هذا حتى هو السيبور باي ذا واي. هذا ما كان عندنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تخليو لينا لوبينيون ديالكم، اي واحد عنده شي اوبينيون غيبغي يبارطاجي معنا صافي بليزير. و اي هوب اهم حاجه يو انجوي ذا فيديو، حيت انايا بالروج ولا ام انجوين ندير فيديوهات ونقصر ونبارطاجي ولا نمونطي ونبارطاجي، صافي في بليزير. Thank you so much for watching. نتلاقاو ان شاء الله in the next video. Peace out.